حضرنا هنا كمجموعة برلمانية وكقيادات من الاتحاد المغربي للشغل للتعبير أولا على تضامننا اللامشروط مع إخواننا الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون معركة الأمعاء الفارغة، الإضراب عن الطعام كآخر ورقة من أوراق النضال الكثيرة، وهي بالمناسبة ليست أول مرة، بل منذ نهاية الستينات وبداية السبعينات بدأت هذا النوع من المعارك، والذي أدى بشهداء سقطوا في معركة الإضراب عن الطعام. وهذا الإضراب البطولي هو في حد ذاته تعبير على أن المقاومة الفلسطينية هي مستمرة وموجودة وتخوض معركة مستمرة إلى أن تقام الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. تشرفنا بلقاء الإخوة الأخوات في هذا اليوم، في هذه المبادرة وهذه الفكرة التضامنية التي تعبر عن موقف كل الأحباء في المغرب الشقيق تجاه فلسطين، تجاه أسرانا، تجاه قضيتنا العادلة. وإن شاء الله سويا سنعمل من أجل مكانة فلسطين دائما عالية في هذا البلد. شكرا.